قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هعمل لكم المخلل اللفت ازاي يفضل مقرمش ولونه حلو قوي. وكمان ما بنستغناش عنه في اكلات الشتاء. لازم طبق مخلل لفت جنب فطار، جنب غدا، جنب عشاء. هنعمله النهارده بطريقه حلوه قوي، وازاي تظبطي الملح بتاعه. اول حاجه لما تيجي تنقي اللفت، نقي اللفتايه الصغيره اللي لونها احمر كده. انا كنت مقطعاه قبل التصوير، وسبت واحده كده اقطعها قدامكم. بقشر بقى اي طينه فيه، اي بيبقى فيه شعيرات كده بشيلها. وبنقي اللفتايه الصغيره المدوره. بتكون كده طعمها مسكر قوي، واللون بتاعها مش بيحتاج خالص اللون البنفسجي اللي انتوا شايفينه ده. مش بيحتاج خالص ان انا احط بنجر، يعني احط لون. هو بيلون كده مع نفسه، لون بينك. لكن انا حطيت بنجر بصراحة علشان انا بحب لونه غامق. لكن لو انتي مش حابه اللون اللي هيطلع معايا، تقدري ان انتي تحطيه زي ما هو كده. اول حاجه بقطعه الشكل اللي انتوا عايزينه، مكعبات، مثلثات، اي شكل انتوا عايزينه. وببدا كده ان انا احطه غسله، الحوض بتاعي غسله نظيفه، وببدا ان انا احطه في الحوض واشطفه كل شويه من الطين بتاعه، عشان لو في اي طين في اي حته تطلع بكل سهوله. وبعد كده بنقعه في ميه برضو لمده ساعه ساعتين، ينزل كل الرواسب اللي فيه، وبصفيه. وبعد كده بحط عليه معلقتين كبار من بتوع الاكل مليانين من الملح. ببدأ كده ان انا اغلف اللفت بتاعي بالملح حلو قوي، وببدأ ان انا اقلبه كده لحد ما يعني اشوف ان فوق وتحت وكل لفتايه من اللفت اللي عندي اتغلف بالملح. بتقلبيه كده باي طريقه انت عايزه تقلبي فيها، المهم ان الملح يوصل لجميع اللفت. وبعد كده ببدأ ان انا احطه في مصفى ليلة كاملة. ليه بحطه في مصفى ليلة كاملة؟ بينزل مية كده، بيبقى ريحتها وحشة لما بيتخلل بيها. فبنزل اي عصارة في قلب اللفت. فبالحركة دي بحطه في مصفى تحتيها طبق، وببدأ ان انا اصفيه كده. كنت سايباه ليله كامله، وصحيت الصبح عشان اكمل لكم التصوير واوريكم الميه عامله ازاي. معايا بنجرايه، ودي اختياري لو جايبه لون اللفت موف زي ما انا جايباه كده، اللون البنفسج الغامق، مش محتاجه بنجر. لو انت بتحبي لونه غامق زي او احمر غامق، تقدري ان انت تجيبي بنجريه وتقشريها وتقطعيها كده ترنشات او مكعبات، وتحطيها في جنب عشان نستخدمها دلوقتي. والبنجريه التانية دي انا عينتها في كيسه في التلاجة، مش بيحصل لها حاجه. تقدري تستخدميها في صلصه، تستخدميها في عصير، زي ما انت عايزه. جبت اللفت اللي متصفي معايا خالص، مش منزل اي سقطه ميه خلاص، لانه قعد ليله كامله. بحط ربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من السكر، لكن ده مش الملح بتاعه، لسه هنعدي الملح بتاعه. نص معلقه صغيره من الشطه اللي على البودره، وبحط معلقتين من هريسه الشطه، اختياري لكن براحتك، لكن بتدي طعم حلو قوي لللفت. ببدأ بقى احط كده معلقة مفرومة من الشطة الحمراء المفرومة، وببدأ احط معلقة كبيرة مليانة من الخل. خل وسكر، ايوه خل وسكر، هما اللي بيظبطوا معاكي اللفت، بيدوا قرمشة لللفت حلوة قوي. الخل مش بيهري اي مخلل، الخل ده بيحافظ لك على قرمشة اي نوع مخلل انت بتعمليه. كمان اللهم ذكرني، السكر مادة حافظة للمخلل، بيحفظها لك من أول لفتاية لحد آخر لفتاية. ببدأ أقلب كل ده مع بعض، وأجيب برطمان مغسول ومتعقم حلو قوي بمية سخنة، وببدأ إن أنا أصفيه وخالص وأنشفه. وكمان ببدأ إن أنا أحط حبة من اللفت على على حتة بنجر، حبة من اللفت على حتة بنجر، البنجر يكون في النص كده ما بين طبقات اللفت. خلاص، الميه دي اللي انا بحطها من الطبق الصغير دي كانت مغليه من امبارح، وحطيتها في الطبق تبرد لحد تاني يوم. مهمه اول خطوه دي، علشان في ناس بتشتكي ان في ريم ابيض وفي ريحه وحشه بتكون في اي مخلل. لما تيجي تحدقي مخلل او تيجي تظبطي قوام الميه بتاعته، لازم تكون ميه مغليه ومتبرده، علشان يكون ما فيهاش بكتيريا خالص، فتحافظ لك على المخلل بتاعك. بحط معلقه مليانه من الملح، انا مغلفاه حلو بالملح قبل كده، وحاطه يجي نص معلقه وانا بخلله. كمان تقدري تحطي معلقه، معلقه ونص، زي ما هتدوقي حدق الميه بتاعتك اللي انت بتحبيها. هحطها كده مكان الشطه المفرومه عشان ياخد اللون بتاعها. وهبدا ان انا احط الميه لحد ما تغطي وش اللفت بتاعي. انتظروا ان شاء الله طبق بقى لو انا مطلعه منه اللفت 3 4 ايام بالكتير، وهنكون مطلعين منه واكلين. دمتم بالف خير، ومع السلامه.